ناس كتير سألتني إزاي حرّكت الcables اللي في الفيديو ده، تعالَ في أقل من دقيقة أشرح لك عملتها إزاي. لو بصّيت على الخط اللي أنا عامله ده كده هتلاقي النقط ال3 اللي أنا مختارهم هم اللي بيتحركوا، بُص كده لمّا أعمل animation هتلاقي هم اللي بيتحركوا. طيب إزاي أعمل الكلام ده؟ لو أنا جيت دخلت على الline نفسه هتلاقي إن في نقط controls خاصة بالline نفسه، هي دي اللي دورها إن هي بتحرك الspline نفسه بتاع الخط بالشكل ده كده. فأنا دوري إن أنا أعمل controller يربط النقط بالنقط دي، فأنا هاجي على نقطة واحدة من دول وأضغط control H وأقول له hook to new object. ساعة ما أقول له hook to new object هيظهر لي new object بالشكل ده. ممكن أغيّر شكله بالطريقة اللي تعجبني هنا، أخلّيه مثلًا cube وأصغّر حجمه شوية، وقتها أقدر أحرّك الcube ده وهيتحرّك معاه الline نفسه. هنا برضه أقدر أعمل animation مثلًا وأقول له اعمل كده، وآجي أحرّك الanimation هتلاقيه بيتحرّك معايا والخط نفسه بيتحرّك معايا. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وما تنساش تعمل لي متابعة علشان يوصلك كل جديد من الفرش المجانية.